حاجات مهمة جدا بتأثر في سعر العقار في دبي ممكن ما تبقاش واخد بالك منها. أنا عندي 2 ساكنين في نفس الدور في نفس المشروع في نفس البناية، بس واحد دافع أكتر من التاني 300,000. ليه؟ السر في التفاصيل اللي محدش هيقولها لك. رقم واحد الإطلالة، أنت بتطل على برج، بتطل على بحر، بتطل على ساحة، بتطل على باركنج. الفرق في السعر ممكن يبقى خيالي على حسب الإطلالة. رقم 2 الاتجاه، الشمس بتدخل للعقار منين؟ بتدخل الصبح ولا العصر ولا في الغروب؟ الكلام ده بيفرق كتير مع الناس وبيزود في الطلب. رقم 3 الزاوية والموقع من الأسانسير أو الخدمات. موقع الشقة من البناية وقربها وبعدها عن الأسانسير وعن غرفة الكهرباء وعن غرفة الخدمات. الكلام ده بيفرق كتير جدا في التسعير، ومستقبلا لو انت صاحب العقار بيفرق معاك في الإيجار. أنا على المستوى الشخصي وأنا بدور على شقة أجرها بختار الشقق اللي بعيدة عن الأسانسير واللي بعيدة عن يعني أعزكم الله الكاربج روم، والبعيدة عن الغرفة بتاعة الكهرباء أو غرفة الخدمات والصيانة. رقم 4 الدور أو الطابق، كل ما بتطلع لفوق كل ما السعر بيزيد. رقم 5 مستوى التشطيب والفرش، حتى لو هو نفس المشروع الكلام ده بيفرق في السعر. الخلاصة قبل ما تقول ده غالي أو ده سعره مناسب، شوف هو بيطل على إيه وفين وفي أنه دور وقريب ولا بعيد عن الخدمات.